أهلا بيكم يا صحابي في برنامج سفرون. احنا قبل كده يا صحابي اتعلمنا مع بعض الدف. طيب ما تيجوا بقى النهاردة نتعلم حاجة جديدة. صحابنا كتير قوي طلبوا مننا ان احنا نعمل حلقة عشان خاطر نتعلم فيها التريانتو كمان. طيب ما تيجوا كده نراجع مع بعض يا صحابي. احنا قلنا قبل كده في الدف ان احنا نجيب دف على قد ايدينا، ما يبقاش كبير عشان خاطر ما يوجعلناش ايدينا. برضو يا صحابي التريانتو يعني بلاش نجيبه كبير قوي عشان خاطر لو احنا ايدينا صغننه ما يوجعناش. طيب يا صحابي وايه كمان؟ نراجع مع بعض كده. ساعة حلقة الدف قلنا كمان ان الدف والتريانتو بنستخدمهم في الكنيسة علشان خاطر يظبط ايقاع الالحان، علشان خاطر نظبط ايقاع الالحان. طيب يا صحابي تيجوا بقى نعرف طريقة بسيطة زي الدف كده في تعليم التريانتو. تعالوا مع بعض نشوف طريقة حلوة خالص. ادي يا صحابي التريانتو، هو مثلث. هو في ناس بتقول عليه مثلث وفي ناس بتقول عليه تريانتو. بصوا يا صحابي المثلث بيبقى فيه فتحة من جنب، هو 3 أضلاع بس فيه هنا زاوية فيها فتحة اهي. طيب يا صحابي الفتحة دي ليه؟ علشان خاطر الصوت ما يبقاش مكتوم. طيب يا صحابي وايه كمان؟ بنمسك الدف ازاي يا صحابي؟ بنحطه كده في صباعنا كده، تمام؟ ونعمل كده ونفتح ايدينا. طيب وليه نفتح ايدينا؟ ما احنا ممكن نمسكه كده. لا، لان لو مسكناه كده يا صحابي الصوت برضو هيبقى مكتوم. هيبقى ازاي؟ بصوا كده اسمعوا، هيبقى صوته مش حلو. تعالوا كده نفتح ايدينا، شفتوا صوته بقى حلو ازاي؟ طيب يا صحابي وايه كمان؟ احنا بنضرب في الحتة المقفولة. عايزين تمسكوه كده وتضربوا كده اوكي، عايزين تمسكوه كده وتضربوا كده اوكي. المهم ان احنا بنضرب في الناحية المقفولة مش المفتوحة عشان خاطر بس ايه ما يفلتش مننا كده. طيب يا صحابي هو في كذا طريقة لضرب التريانتو، يعني في كذا طريقة. هقول لكم على 3 طرق حلوين خالص وبساطة جدا. أول طريقة يا صحابي ممكن تبقى بدائية شوية للي مش بيعرف خالص يضرب. تعالوا كده ركزوا معايا، اسمها طريقة الأحادية. بنعمل ازاي؟ بتبقى خبطة واحدة بس تحت. تعالوا كده بصوا، بتبقى ايه؟ ظبط ايقاع مع ايه؟ مع الالحان. طيب تيجوا كده نقول اللحن ونقول اجيوس اوسي اوس اجيوس اشيروس. شفتوا؟ نافعة برضو، مع انها بسيطة خالص. طيب يا صحابي وايه تاني؟ في بقى الضربة الثنائية. يعني ايه ضربة ثنائية؟ يعني هنضرب فوق وتحت. الاولانية كانت احادية بنضرب تحت بس، دلوقتي بقى هنعمل الثنائية بنضرب تحت وفوق. بصوا كده يا صحابي، اجيوس اوسي اوس اجيوس. وطبعا يا صحابي الايقاع ده احنا بنسمع اللحن وبنمشي عليه. يعني لو المعلم سرع كده وبيقول بسرعة يبقى احنا نضرب بسرعة، يعني كده اجيوس اوسي اوس اجيوس اشير. شفتوا يا صحابي؟ يبقى احنا ودننا مع المعلم، نضرب بسرعة او نضرب بالراحة. يبقى كده خدنا يا صحابي طريقتين، الطريقة الأحادية والطريقة الثنائية فوق وتحت. دلوقتي بقى يا صحابي هناخد الطريقة التالتة. بس يا صحابي زي ما حفظنا حاجة كده في الدف، فاكرين حاجة فيها تش وكده، احنا بقى المرة دي هنحفظ حاجة تانية بس قولوها معايا. بتتقال ازاي؟ تن تن تررن تن تررن. احفظوا دي كده يا صحابي النغمة دي وقولوها كده معايا تاني. تن تن تررن تن تررن تن تن تررن تن تررن تن تن تررن تن تررن. قولوها كتير كده يا صحابي لغاية اما تثبت في ودنكم. وتعالوا كده اضربوا زيها كده. شفتوا يا صحابي؟ تعالوا كده قولوها تاني واضربوا معايا كده. خلي معاكم التريانتو واضربوا معايا. تن تن تررن تن تررن. بص احنا بنقول تن تن تن، في ت 3 ت. تن تن تررن تن
مرات تحت في الاول. بصوا وكمان يا صحابي احنا ممكن نقفل كده ونفتح كده عشان خاطر نشوف على حسب لو الصوت والكنيسة كلها بتقول والخورس كله بيقول يبقى نفتح كده ايدينا عشان الصوت يبقى عالي. طب لو المعلم لوحده بيقول عايزين صوت واطي كده يبقى نقفل شوية كده. شفتوا اهدى ازاي؟ كده تبقى عالية وكده صوتها واطي. شفتوا بقى يا صحابي حلوة ازاي؟ وممكن بقى يا صحابي كمان نعملها نفتح ونقفل نفتح ونقفل نفتح ونقفل كده عشان يبقى الصوت حلو. بصوا كل لما نيجي نضرب فوق نروح قافلين كده ونفتح لما ننزل تحت عشان خاطر نعمل كده نغمة شكلها حلو خالص والناس بتسمعها تبقى مبسوطة. تعالوا كده نقول اللحن. شفتوا يا صحابي التريانتو سهل خالص خالص بس محتاج تمرين كتير كتير زي الدف وهتبقوا شاطرين جدا. المهم يا صحابي صوروا نفسكم وانتوا بتضربوا التريانتو او الدف وابعتوها لنا على طول عشان خاطر نعمل لكم فيديو مجمع وننزله تاني على اليوتيوب. المهم يا صحابي كمان ان انتوا تدوسوا الجرس وتدوسوا اشتراك على القناة عشان خاطر كل الفيديوهات الجديدة تنزل لكم ومدارس